السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير، واي فيديو نتلاقاو فيه نلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف، خصوصا في هذا الصهد والصيف كنتناولوها، منعشه وكذلك صحيه ولذيذه. طريقه زوينه باش ناكلو بها هكا الباربه، خصوصا الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوها لينا هكا في الصاله. فهاد الطريقه كتخلي المذاق ديالها ما كيجيش واضح وتياكلوها بكل سهوله. كنتمنى هاد الطريقه تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا معايا على الطريقه وعلى المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه، اللي هي بسيطه بزاف ولكن كتجي زوينه والوليدات حتى هما تتعجبهم. فهنا بالنسبه للمكونات خديت 500 غرام ديال الباربه، غسلتها مزيان ونقيتها، قطعتها هكا طريفات صغار، سلقتها حتى نقص منها الماء. بقى القياس ديال واحد نص لتر ديال الماء، تنعرفوا بان الفوائد كامله غادي تكون في هذاك الماء، فانا خليت القياس ديال نص لتر. وغادي نحتاج معاها كذلك واحد جوج ديال الفلون ديال درهم ونص بمذاق ديال الفريز اللي كيتواتى مع المذاق ديال الباربه. غادي نحتاج معاها كذلك ملعقه كبيره مملوءه مزيان ديال الكريم باتيسير او نشا، واحد الكميه ديال السكر اللي كتبقى على حسب الذوق، خصوصا ان الباربه تتكون شويه حلوه، نحاولوا ما نكتروش. وعندي اطرو ديال الحليب اللي غادي يكمل ليا هذاك الماء اللي في الباربه، وغادي يجي القياس ديالها هو هذاك. فانايا خديت الباربه ودرتها هكايا في المولينكس، غادي نطحنها مزيان حتى غادي تطحن وما يبقاش هذاك الكويرات ديال الباربه وما تتبقاش باينه نهائيا. من بعد غادي نكمل البقيه ديال المراحل ديال الوصفه. وهكا كتكون من بعد ما طحنات مزيان وتنيلات، ما كيبقاوش كاع يبانوا الحبيبات ديالها. غادي ناخذ هنا واحد الكاسرونه كما تتشوفوا، فهي تنيلات مزيان ولات هكا خاتره. صافي هنا غادي نديرها في واحد الكاسرونه باش غادي نضيف لها المكونات الاخرى. هنا زدت عليها السكر، هنا درت القياس ديال 4 المعالق، جات الحلاوه ديالها معقوله. غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الكريم باتيسير، وغادي نزيد عليها دوك جوج ديال الاكياس ديال الفلون بنكهه الفريز. صافي وغادي نخلط هذوك المكونات اللي زدت على الباربه مزيان حتى غادي ينسجموا، وغادي نبدا نخفف بالحليب حتى غادي نكمل هذاك لتر ديال الحليب كامل، ونكملوا البقيه ديال الماء. بعد ما كملت هذاك الزياده ديال الحليب حتى كملت لترو كامل، وغادي ندير الكاسرونه فوق النار على عافيه اللي كتكون متوسطه، وغادي نستمر هكا في التحريك، ما غاديش نتوقف نهائيا باش ما يهبطش ليا الخليط لتحت وتحرق الكاسرونه ويولي مذاق اللي هو غير مستحب. هنا كما تشوفوا فالخليط بدا تيغلى وبدا تيختار تدريجيا. هنا كنعرفوا بان الباربه تكون هكا شويه ثقيله، وحتى الكريم باتيسير داكشي علاش ما كثرتش انا الكريم باتيسير باش ما يجيش عاوتاني الفلون ثقيل بزاف. درت غير معلقه والقوام ديالو جا كريمي وجا زوين بزاف وخفيف. هنا غادي نبقى حتى غادي يوليو عندي فقاعات اللي تيكونوا هكايا ثقالين كما تشوفوا. غادي نبقى نستمر في التحريك حتى غادي يكثروا هذوك الفقاعات في الوجه ديال الخليط، تما غادي نعرف بان الخليط راه وصل للمرحله ديال الغليان. صافي غادي نحيدو كما تشوفوا، فالفيديو واضح فيه كيفاش كيولي الخليط. صافي في هذه المرحله غادي نحيد الخليط من فوق النار، وغادي نبدا نقدم فيه في الكؤوس اللي غادي ندخلهم للثلاجه. هنا غادي ندير هذا الخليط هكا في واحد الكويسات وما غاديش ندخلهم للثلاجه دابا
حتى غادي يولي الخليط بارد، يعني يولي هذاك البخار اللي كيطلع منه ما كاينش نهائيا. عاد باش غادي ندخلو للثلاجه على الاقل واحد 3 ديال السوايع حتى غادي يجمد مزيان وكيشد راسو ويبرد، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. كيجي لذيذ بزاف ورائع. كنتمنى هذه الطريقه تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتنفعكم مع الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا الباربه. وهنا ما بقى ليا الا نقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنساوش جيم وتعليق والاشتراك في القناه لاول مره تشوفها. شكرا لكم بزاف على الدعم المتواصل وعلى التعاليق اللي كتكتبوا الرائعه، وحتى الانتقادات اللي غادي نزيدوا بها القدام ان شاء الله. كنتمنى هاد الوصفات اللي كنشارك معكم تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق، لانني كنقراهم كاملين بدون استثناء. وهذا هو القوام ديالو من بعد ما برد مزيان، كياخد وقته تيجي على هذا الشكل.